اول ما تبداوا دايت او حتى تفكروا انكم تبداوا وانتم من الاشخاص اللي بتحب الحلويات وما ينفعش يوم يعدي من غير حاجه حلوه كده تاكلوها، فاول حاجه بتيجي في تفكيركم الحاجه الحلوه هاكلها ازاي، هتحرم منها، فبتكون سبب كبير جدا انكم تفشلوا في الدايت او ما تستمروش فيه. اهلا بيكم، انا ساره، والنهارده هنعمل مع بعض نوعين من الحلا بالشوكولاته كمان. هنعمل باونتي بس بطريقه صحيه، سعرات اقل، طعمها حلو جدا وترضينا. وتاني نوع معانا هي أصابع الشوكولاتة الصحية وطعمها حلو قوي، تنفع كسناك في الدايت وننفع ناكلها كواحدة كده أو اتنين، وهقولكم خلال الفيديو ازاي نتعامل معاها. يلا نبدأ نشوف وصفة النهاردة هنعملها ازاي. أول وصفة معانا وهي الباونتي الصحية، والمكونات اللي محتاجينها: جوز هند مبشور ناعم، لبن جوز هند أو زبدة الجوز الهند، أو ممكن نبدلها كمان بموزة مهروسة، زيت جوز هند، الزبدة، القشطة، سواء القشطة البلدي أو القشطة العلب. وهقول لكم كل البدائل وكل الافكار خلال الفيديو ان شاء الله واحنا بنعمل الوصفه. ومحتاجين شوكولاته دارك عشان نغطي بيها الباونتي. اول حاجه هنضيف كوبايه من جوز الهند الناعم، وهشيل الوش اللي بيكون فيه وش كده من فوق، فانا شلته وهستخدمه. انا مش عندي هنا لبن جوز الهند او مش عندي زيت جوز الهند، هستخدم ايه؟ هستخدم زبده تكون لايت، او هعمل ميكس بين الزبده اللايت وبين القشطه وبين كمان زيت جوز الهند والقشطه. وفي مرة أنا جربتها بالموز، جبت موزة كده وهرستها كويس جدا جدا، وحطيت معاها جوز الهند الناعم وهرستها كمان لحد ما بقت معايا القوام أعرف اللي أنا أستخدمه. ممكن تزود عليها معلقة من زيت جوز الهند، معلقة من القشطة، معلقة من الزبدة. الطعم هنا هيكون سادة قوي، أنا بحب طعمها كده. لو انتم مش بتحبوا طعمها أو طعم الجوز الهند يكون باين قوي وعايزينها تكون مسكرة، فتقدروا تضيفوا عليها عسل نحل، سكر دايت، على حسب رغبتكم، على حسب ذوقكم. يعني تدوقوه وتشوفوا كده الطعم بتاعكم مظبوط بالنسبه لكم، خلاص كده تمام. ممكن نخلط كل حاجه على البارد او ممكن نخلطها على النار. على النار هتساعد ان هي تمتزج مع بعضها اسرع، وتديكوا كمان القوام المظبوط بسرعه. انا هنا الصراحه ما عملتهاش بمقادير محدده وكام جرام وكام كوبايه وكده، لا، ضفت كوبايه من جوز الهند اللي مثلا كانت متوفره عندي، وبدات اخلطها بالحاجات التانية اللي اتفقنا عليها، البدائل دي كلها، لحد ما يكون القوام معايا بالشكل ده واقدر ان انا اشكله. وممكن كمان الخليط كله احطه في الميكروويف وابدا ان انا اقلبه بدل ما احطه على النار. دي كلها افكار ترجع لكم على حسب انتوا حابين تعملوا ايه. هنسيح الشوكولاته في الميكروويف او على حمام مائي، وهنبدا نشكل الباونتي. لو انتوا عندكم قوالب الباونتي او القوالب كده اللي بتكون صوابع طويله، تمام. طب لو مش عندنا هنعمل ايه؟ مش هنعمل وصفه اكيد طبعا هنقدر نعملها، ممكن نشكلها بايدينا كده، نحاول نرفعها ونحاول نديلها الشكل كده، بس يعني ايا كان الشكل هي طعمها في النهايه حلو، مش فارقه معانا، مش لازم تطلع باونتي نفس اللي بنشتريها ونفس الشكل. عارفين قالب التوست او الانجليش كيك؟ هنحط فيها الخليط ونفرده ونسوي الاطراف ونسيبه يمسك شويه ونبدا نقطعه وهتطلع معانا الشكل مظبوط. المقدار كله عمل معايا الكميه دي، وطلعت معايا واحدة كده صغيرة كورتها. بعد ما سبتها شوية تمسك في التلاجة، هبدأ أغطيها بالشوكولاتة اللي احنا سيحناها، هصفي الزيادة واسيبها كمان تمسك الشوكولاتة تاني. أي زيادة عندنا من شوكولاتة على الأرض كده يعني عاملانا شكل غريب، هنقدر نشيلها بكل سهولة بعد ما تمسك الشوكولاتة تاني، وهتكون معانا بالشكل ده. شكلها حلو وطعمها كمان حلو. ناخدها في سناك كده مع كوباية قهوة بدون أي إضافات، طبعا ما نضيفش معاها سكر أو لبن. عشان نعمل أصابع الشوكولاتة أو بسميها شوية أصابع الطاقة أو بارات الطاقة، هنحتاج فيها فول سوداني، تمر، تمر الطري، جوز هند، شوكولاتة. هقولكم ايه البدائل وايه اللي احنا ممكن نستغنى عنه مش هيفرق معانا في الوصفة. الفول السوداني ممكن نبدله بأي نوع مكسرات احنا بنحبه ومتوفر عندنا. كمية التمر بترجع زي ما انتوا حابين، ممكن نقلل شوية من التمر ونزود مكانه سكر دايت أو عسل. أنا هنا استخدمت كوباية من السوداني ومعاها كمان كوباية من التمر، أو تقريبا 11 تمرة، ممكن نخليهم 9، ممكن نخليهم 7. هنضيف الفول السوداني أو نوع المكسرات المتوفر عندنا في الكب ونطحنه كده يكون خشن شوية. بعد ما يكون بالشكل ده هنبدأ نضيف جوز الهند، التمر، رشة الملح. جوز الهند هنا اختياري ممكن نشيله، وبحب أضيف معلقة صغيرة من القرفة
وهرجع تاني اضربهم مع بعض عشان كل حاجة تمتزج مع بعضها وتبقى معايا عجينة اقدر ان انا اشكلها. فاكرين واحنا بنعمل الباونتي عشان نشكلها كويس قلت لكم في قالب التوست او الانجليش كيك هنبدا ان احنا نشكلها هي بنفس الطريقه بالظبط اللي انا هعملها هنا، هي تقدروا تعملوها في الباونتي. هيطلع الشكل معاكم مظبوط، بس هتقطع السمك بتاعها اكبر شويه من اللي انا هقطعها هنا. هضيف الخليط بتاعي في القالب، ويفضل ان انا احط مثلا تحتيه ورق زبده او احط كمان من تحتيه كيس تلاجة، هيسهل معايا ان هو يطلع بسهوله. بعد ما فردت السطح كده وظبطته هحط طبقة حلوة من الشوكولاتة الدارك السايحة، وهسيب الشوكولاتة ترجع تمسك في التلاجة، والطبقة اللي بتاعتنا كمان اللي تحت كل حاجة تمسك في بعضها. اوكي. بعد ما تطلع من التلاجة اشيلها من القالب وابدأ ان انا اقطعها بالشكل اللي انا عايزاه. ممكن اقطعها مكعبات صغيرة وممكن اقطعها صوابع زي ما انا عملتها كده، وتقدموها بألف هنا. حلوة جدا جدا مع كوباية القهوة زي ما اتفقنا بدون اي اضافات. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، وما تنسوش تتابعوا سلسلة الأكلات الصحية وكمان الحالة الصحي أو الدايت، هتلاقوها على قناة فيها أفكار ووصفات مختلفة، وإن شاء الله وصفات تانية هتنزل بإذن الله. قابلكم إن شاء الله بفيديوهات وصفات مختلفة، والسلام عليكم.